السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في الله، وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي. طبعا انتوا دلوقتي شايفين عمالين تقولوا هي هتعمل اكل ايه النهارده. تعالى اقول لكم بقى، هنرجع لزمان تاني. وقول الزمان ارجع يا زمان واحلى اكلاته. طبعا اللحمه غاليه والفراخ غاليه وكل حاجه غاليه، فطبعا ايه الاقتصادي والموفر. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه دي العجه المصريه يا حبايب قلبي، بتاعت اجدادنا، ووالدي ووالدتي وستي وجدي، وربنا يدي الصحه لوالدي ووالدتي يا رب ويخليهم لي، متحرمش منهم ابدا يا رب. تعالوا بقى اقول لكم ايه المقادير اللي احنا هنعملها. دي خضره شبت وبقدونس وكزبره، انا غسلتهم كويس جدا اهم. ماشي يا حبايب قلبي. وديت 6 بصلات بشرتهم اهو، 6 بصلات واربع بيضات وطماطميتين صغيرين وايه وكم بطاطسيه كده. يلا نشوف هنعمل ايه. وفي تكايه تانية الله يرحمها حماتي كانت على طول بتعملها، فطبعا انا عشان جوزي بيحبها طبعا عشان كانت والدته كده، فانا قلت طب خلاص انا هدخل بقى طريقه والدتي ربنا يديها الصحه ويخليها لنا يا رب، وطريقه ايه حماتي الله يرحمها اللي هي الرز المسلوق. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض نخلط المكونات ازاي مع بعض. خليكم معايا. وفي معلقه توم عشان بس محدش، عشان انا نسيت اقول لكم، معلقه توم ومعلقه بيكنج باودر. ماشي يا حبايب قلبي. يبقى كده الخضره والبصل والبيض والرز والثوم والطماطم والبطاطس والبيكنج باودر. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. وطبعا انتوا عارفين البهارات، الملح والفلفل، الكمون، ال7 بهارات. عايزين تحطوا لوري ماشي، بس ايه كل ده اختياري بقى، كركم كاري الكلام ده كله. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض يا حبايب قلبي، خليكم معايا. كده بقى يا حبايب قلبي، انا جبت الطاسه اهيت وهنزلتها على النار وهنزل بالزيت بتاعنا اهو. ماشي كده يا حبايب قلبي، وهنزل بالبصله بقى تاخد تشويحه بسيطه كده. بسم الله كده اهو يا حبايب قلبي، انا نزلت بالبصله بتاعتنا، مش هنخليها تصفر، احنا ايه تتبيله بس بسيطه كده. خليكم معايا كده يا حبايب قلبي. هنزل بمعلقه الثوم بتاعتنا برضو، هنخليها ما تصفرش، فيها تتبيله بسيطه قوي كده، يعني ايه حاجه بسيطه قوي يعني. ماشي كده يا حبايب قلبي. بعد ما دبلت هنزل بالطماطم بتاعتنا قصدي اهي. ماشي وهنسيبها بتاع ثواني بالظبط وهنطفي عليها يا حبايب قلبي. خليكم معايا كده بقى يا حبايب قلبي اهوت. بعد ما دبلت خالص القوطه مع البصله مع التومه، هنطفي عليها بقى يا حبايب قلبي وهنسيبها لغايه لما تبرد. وبنعمل ايه بقى، همسك البطاطس اللي انا سلقتها وههرسها وارجع لكم تاني يا حبايبي. خليكم معايا كده يا حبايب قلبي. بعد ما هرسنا البطاطس بتاعتنا الجميله اهيت، هنزل عليها بالرز. ماشي كده اهو، وهنقلبهم في بعض اهو. ماشي يا حبايب قلبي. وهنزل بقى بالبقدونس بتاعنا والكزبره اهو والشبت اهو. انا مش هاخد ال3 حزم كلهم يعني، بس عايزه تحطيهم حطيهم، انا عن نفسي مش بحب ايه يعني كتير قوي اهي. ماشي هننزل بمعلقه البيكنج باودر هننزل بكركم. ماشي وهنقلب برضو ما بين كل خطوه وخطوه، هنقلبها كده في بعض اهو. ماشي كده ايه احنا حطينا الثوم خلاص. كده بقى هننزل بالبصل على القوطه على الثوم كله كده. طبعا مش هنسيب حاجه في الايه كده اهو. ماشي يا حبايبي. وهنزل بالملح
طبعا الملح ده حسب الرغبه اهو. هننزل بالفلفل الاسود. بصوا انا بعمل حبه حبه وبوريكم، اعمل حبه حبه وبوريكم. وهنزل بالكمون. فكرت النور قطع، بس بصراحه النور كل شويه مش عارفه في ايه. ماشي اهو كده. احنا نزلنا بالبطاطس على الرز على البقدونس الخضره باكملها، ونزلنا بالخلطه اللي احنا عملناها، البصل على الثوم على الطماطم. ماشي يا حبايب قلبي كده. يبقى فاضل ايه؟ فاضلش غير حطينا الملح وحطينا الكركم وحطينا الفلفل وحطينا الثوم، لسه السبع بهارات. ماشي. عايزه تحطي واحده مرقه دجاج ماشي، بس انا مش هحط لان انا ايه اهو. وادي الاربع بيضات اهو يا حبايب قلبي. ماشي بس كده. هنقلب بقى كل دوت في بعضه. ماشي اهو. طبعا عشان حاجه تمسكهم هنعمل ايه؟ معلقتين دقيق، معلقتين دقيق. دي هتمسك القوام بتاعنا، ما تخلوهوش يفك من بعضه اهو. يعني معلقتين ممسوحين، مش معلقتين كبار يعني. ماشي اهو بس كده. عايزه تحطي فلفل حطي، عايزه تحطي اي حاجه. العجه دي بتقبل باي حاجه يعني ما ماشي. شايفين جميله ازاي؟ ادي كل المقادير. عايزين نحط حبه خضره كمان نحط عادي اهو، حاجه موجوده الحمد لله. بس كده يلا بقى نعبي معانا. خليكم معايا ونعبيها في الايه في الصينيه كده يا حبايب قلبي. انا جبت البايركس وهنزل بنقطه زيت صغننه قوي. ماشي ونعملها كده. ماشي عشان ايه ما تلزقش مننا العجايه الجميله بتاعتنا ديت. يلا بقى ننزل كل المقادير بتاعتنا كده. بسم الله. كده اهو يا حبايب قلبي. هنسويها بقى بس كده، وتدخل بقى الفرن. انا مولعه الفرن دلوقتي على 180 اهو. ماشي مولعه مش مولعه الشوايه، انا مولعه ايه البوتاجاز من تحت كده. ماشي يا حبايب قلبي. وادي الشكل بتاعها النهائي اهو. مش عايزه تحطي بصل بتاع دوت رز ما تحطيش. عايزه تحطي حطي، عايزه تحطي بطاطس حطي، مش عايزه يعني بصوا ده كله اختياري. البطاطس والرز دول اختياري، بس انا بقول لكم اللي انا عارفاه من طريقه والدتي طول عمرها بتعملها بالبطاطس. جت ربنا يديها الصحه ويخليها لنا يا رب. حماتي الله يرحمها كانت بتعملها بالايه بالرز، فانا قلت اما اعملها بطريقه الاتنين. بس كده. يلا يا حبايب قلبي خليكم معايا لما تطلع هوريها لكم. الصينيه بتاعت العجه بتاعتنا ما طلعت الجميله كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه والله العظيم. جربوها بنفس الطريقه ديت هتعجبكم جدا. هي خدت في الفرن بتاع من ربع ساعه لتلت ساعه، بس حطوها تلت ساعه بس. طبعا كل بوتاجاز وعلى حسب السخونيه بتاعته. ماشي يا حبايب قلبي. يا رب بس تكون الطريقه سهله كده وبسيطه، واكون ايه قدرت ان انا اوصلها لكم. واعملوها طبعا موفره جدا بتاعت اجدادنا، ان شاء الله تكون جميله. طبعا انا قلت لكم كوبايه نص كوبايه رز، 4 بيضات، الخضره، البطاطس. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا بيكنج باودر حبه معلقتين دي تمسكها. انا مش فاكره في حاجه تانية ولا لا، بس ممكن اقول لكم المقادير كلها تاني لو انتوا عايزينها. ماشي يا حبايب قلبي. يا رب بس ما كنتش طولت عليكم الفيديو. ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب. ما تنسوش تدعموني، ما تنسوش تدعولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.